في حفلة في قصر مصرفي غني، كان في محامي شاب قاعد لوحده زهقان نفسه يهرب. القصر واسع وممل، والناس بتتكلم كلام فاضي وبتضحك بدون قلب. شموع وموسيقى شوبون نازلة من البيانو كأنها مطر. المصرفي صاحب القصر حب يكسر الملل وفتح موضوع الإعدام، وقال بكل غرور: بصراحة أنا شايف الإعدام أرحم كتير من السجن المؤبد. طلقة واحدة، طلقة واحدة والحياة تطفي، إنما السجن يفضل الإنسان لوحده لغاية ما قلبه يتهري ويتجنن. ده العذاب الحقيقي. المحامي بصله بتحدي وقال له: اسمح لي، أنا أختلف معاك. الإعدام ده جريمة بشعة والمجتمع كله بيشارك فيها، إنما السجن نص حياة، وطول ما الإنسان عايش ممكن يتغير ويتطور. المصرفي بصله كده وضحك، كان لسه شايفه أخضر. قال له: ده كلام واحد قاعد في حفلة مش في زنزانة. جرب تعيش في زنزانة لوحدك، جرب العزلة سنة واحدة بس، وانت تعرف انه الموت هدية ويمكن تدور عليه بنفسك. المحامي قال له: العزلة دي فرصة الواحد يعرف فيها نفسه من جوه. المصرفي ابتدى يتعصب، قال له: ها، فرصة؟ طب انت تقدر تعيش 5 سنين لوحدك؟ بص له بتحدي وقال له: 15 سنة، اقدر اعيش 15 سنة لوحدي. قال له: 15 سنة؟ 15 سنة من غير ما تخرج، من غير ما تكلم إنسان؟ أراهنك ب2 مليون روبل. قال له: موافق، بس توفر لي أكلي وفودكا وسجاير وكل الكتب اللي أطلبها، واخد البيانو بتاعي معايا. المصرفي بص له وقال بصوت عالي كأنه بيعلن التحدي: اتفقنا، هتعيش في القبو بتاعي 15 سنة قدام 2 مليون روبل، وبكرة نكتب العقد. ومد ايده عشان يسلم. ساعتها واحد وقع الكوباية وواحدة شهد، والبيانو وقف كأنه خاف يكمل. واتكتب أغرب رهان في التاريخ، واتقفل باب الزنزانة مش على واحد بس، لكن على مصير الاتنين.